بعد نكسة 67 اللي ما يتسموش احتلوا أجزاء كبيرة من 3 دول عربية، تقريبا ضعف مساحة إسرائيل كلها. وعشان كده الغربان الإسرائيلية انتفخت عروقهم وكتبوا في الصحف حكايات عن عظمة الصهاينة. ووصل الموضوع لدرجة إنهم وصفوا الحرب دي إنها معجزة حديثة وتستحق تكتب في التوراة. ومش بس كده، الصهاينة اعتبروا إن ده إثبات لكفاءة جهاز الموساد الإسرائيلي اللي عندهم، وقالوا إن السبب في خداع الجيوش العربية واستخلاص كل المعلومات الممكنة منهم. والأغرب من كده، الصهاينة بقى ليهم مكانة زي نجوم السينما، وكل يوم والتاني احتفالات وتكريمات، لدرجة إن في حواراتهم الشخصية كانوا دايما بيأكدوا إن اللي حصل في 67 مش بس انتصار على الجيوش العربية، لكنه انتصار على إرادة العرب كلهم. وكانوا بيقولوا كمان إنه مهما الزمن طال العرب مش هيقدروا يتعافوا من الهزيمة دي، واعتبروا انتصارهم ده حاجة لا تقدر بتمن. وقت ما الصهاينة بيحتفلوا غرقانين في نشوة النصر، كان عشرات المهاجرين بيجوا فلسطين المحتلة من كل مكان، وفاكرين إن النكسة هتحول إسرائيل لجنة الله على الأرض، وهتفتح أبواب الفرص لكل واحد بيحلم بيها. بس الصهاينة ما كانوش بياخدوا الموضوع بسهولة، كانوا بيدققوا في أوراق كل مهاجر جديد بيجي، وبيشوفوا جنسيته، دينه، وتاريخه، وده كله عشان يتأكدوا إن كل حاجة ماشية زي ما هم عايزين. ومن وسط كل المهاجرين كان في شاب اسمه ديفي كراينهال، والشاب ده كان من أصل سوفيتي، وكل حاجة فيه بتبين قد إيه إن كان جسمه نحيف جدا وفقير وما كانش معاه أي حاجة، بس ملامحه كانت غريبة ومميزة وعلى عكس الباقيين تماما. ديفي كان ساكت وهادي ومستني دوره بصبر، شايل شنطة صغيرة قديمة وأطرافها باين إنها تأكلت من كتر الاستعمال، وشكله كان يستحق الشفقة أكتر من أي حد. ولما جه دوره، ضابط الهجرة فحص أوراقه وسأله: جيت إسرائيل ليه يا ديفي؟ ديفي رد بصوت هادي ومش واضح: دي أرض الميعاد، صح؟ الضابط كان مستني جواب واضح، بس الطريقة اللي ديفي اتكلم بيها أقنعت الضابط يسلمه الورق تاني، وقال له وهو متنرفز: استنى في الصف ده لما يجي دورك. وفعلا ديفي سمع الكلام وفضل واقف في صف طويل جدا لمدة ساعتين ومن غير حتى ما يتكلم كلمة واحدة. وفي اليوم ده ديفي استلم تصريح الإقامة في إسرائيل، ونقلوه مع عدد كبير من المهاجرين الجدد لأقرب مزرعة أو كيبوتس، وده عشان يشتغل في مزرعة مؤقتا لحد ما يلاقي شغل مناسب. وخليني أقولك ده اللي كانوا بيقولوه لأي مهاجر، لكن في الحقيقة بمجرد ما يدخل الكيبوتس ويشتغل محدش بيفتكره. وديفي ما اعترضش ولا بعت شكوى، وعاش في قهر وذل تحت كيان مغتصب، واشتغل في المزرعة كأنه فيها من سنين ومن غير تعب ولا ملل لمدة 3 شهور. حكى ديفي قصته أكتر من 100 مرة رغم بساطتها. ديفي كان يهودي سوفيتي، أبوه اتقبض عليه من الحزب الشيوعي بسبب خلاف سياسي، وقتها ديفي كان عنده 11 سنة، وأمه قضت حياتها كلها في تربيته ورعايته، وكانت دايما تحكي له عن أبوه وتحلم برجوعه. بس بعد سنين طويلة ديفي قرر يهرب، وساعده راجل يوغوسلافي إنه يعدي الحدود ويوصل للأراضي المحتلة. المهم في يوم من الأيام كان ديفي قاعد مع أصحابه في الكيبوتس وبيتكلم مع جارته راشيل وأمها إستر. فجأة ديفي سكت وبص لراشيل بنظرة مقلقة. راشيل قالت له: ديفي رحت فين؟ طبعا ما كانش فيه أي رد فعل، بص لها ببطء وبص في عينيها مباشرة، وفجأة قال: يارون بولونسكي غلط كتير لما رفض يعترف باللي عمله. هنا راشيل وأمها اتصدموا، لأن القصة دي ما كانش حد يعرفها غيرهم. يارون بولونسكي كان حبيب راشيل في بغداد، وكان بينهم قصة حب اتحولت لعلاقة غير شرعية، لكن يارون وقتها ما كانش يعرف إن راشيل حامل منه، ولما عرف رفض يعترف بالجريمة اللي فعلها في حق البنت. بس بعد كده يارون اختفى من العراق وما كانش فيه أي أخبار عنه، وعيلة راشيل عملت مجهود كبير جدا عشان محدش يعرف الحقيقة، وتقريبا ده كان السبب الأساسي اللي خلاهم يهاجروا من العراق لإسرائيل. بس ازاي ديفي عرف الحكاية دي واتكلم بكل سهولة من غير تردد؟ المهم بعد ما قال الكلمتين دول أغمى عليه واترمى على الأرض. راشيل وهي مصدومة قالت له: ايه اللي انت قلته ده يا ديفي؟ ولما فاق قال لها: انا مش فاكر حاجة. ردوا عليه: مش فاكر ازاي؟ احنا كأننا كتاب مفتوح قدامك وانت كنت بتقرأ منه. قال لهم: يا جماعة انا مش متذكر ولا حرف من اللي انا قلته، حتى ما اعرفش مين يارون بولونسكي ده اللي انتوا بتتكلموا عنه. وكان ممكن الموضوع يتقفل على كده،
لكن في بداية الأسبوع التاني فجأة ومن غير أي مقدمات جات رسالة لراشيل من أوروبا وفيها شيك بمبلغ كبير جدا، وده تقدر تسحبه من أي بنك في إسرائيل. والأغرب كمان إن الشيك ده كان معاه رسالة قصيرة بخط إيد يارون نفسه ومكتوب فيها تقبلي اعتذاري من حبيبك يارون بولونسكي. طبعا العيلة فرحت بالمبلغ الكبير ده، والقصة انتشرت في المزرعة بشكل كبير، والأم بدأت تحكيها لكل حد تعرفه، والناس بدأوا يجوا من كل مكان عشان يقابلوا الشيخ ديفي ويستفيدوا من كراماته. لكن الشيخ ديفي رفض الكلام معاهم وقال إنه ما عندوش أي مواهب ومش فاكر حاجة عن القصة دي. وفي حفلة كبيرة في آخر الأسبوع والكل بيفرح ويضحك، فجأة ديفي وقف وبص بنظرة غريبة وكراماته حلت على المكان كله وهو بيقول يا خسارة ليه المحراث الجميل ده ينكسر. طبعا كلامه كان غريب على الكل لأن المحاريث في المزرعة كلها كانت جديدة تماما ومعاه ضمان من الشركة لمدة سنة، فازاي المحراث هينكسر؟ وبما ان الكل استغرب فاتفقوا ان فريق من الشباب يفحص كل المحاريث لمدة 3 ساعات متواصلة، وبعد ما فحصوا كل حاجة تأكدوا ان المحاريث سليمة تماما. الله، امال ايه بس الكلام اللي قاله ديفي ده؟ ديفي كان اول واحد اطمن وشكر ربنا ان كلامه مطلعش صح. وخليني اقولك في اليوم ده الناس كلها نامت وهم مرتاحين ومبسوطين، بس برضه كانوا بيضحكوا على ديفي ونبوءاته الغريبة. لكن تاني يوم الصبح حصلت مفاجأة غريبة، المحراث الرئيسي في المزرعة انكسر فجأة ومن غير أي سبب واضح، ومن اللحظة دي ديفي كراينهال بقى أسطورة في المنطقة كلها. ومش بس في المزرعة، الناس بدأت تيجي من كل مكان عشان يشوفوا العراف العجيب ده ويسمعوا قصص تنبؤاته الغريبة. بس ديفي الشاب الغامض اللي دايما كان بينكر أي علاقة ليه بالسحر أو التنبؤ لفت انتباه الناس بشكل مش طبيعي. وعلى الرغم من إنكاره المستمر وتجنبه للناس بخجل كبير، إلا إن الغموض اللي جواه خلى الكل يزيد شغف بيه، وكل ما يحاول ينكر يلاقي الناس بقت متحمسة تشوفه وتسمع عنه. واللي حصل مع ديفي مش موقف واحد ولا مرتين، الموضوع بدأ يتكرر، وده خلى تنبؤاته توصل لأهم القادة في إسرائيل. وفي يوم من الأيام حصل اللقاء اللي غير مسار حياته تماما. راجل غامض ولابس سترة رسمية ظهر فجأة وطلب يتكلم مع ديفي شخصيا، وسأله بهدوء انت ديفي؟ ديفي رد عليه ايوه انا ديفي، بيقولوا انك موهوب في السحر والتنبؤ، هل انت مخاوي جن ولا بتمثل علينا؟ ديفي حاول ينفي بكل قوته وقال دي مجرد اشاعات، انا انسان عادي وبسيط جدا. لكن الراجل الغامض قطع كلامه وقال له استعد، هتروح تل أبيب. وفي اللحظة دي بدأت الأمور تتسارع، ورسالة مشفرة وصلت لجهاز المخابرات العامة المصرية، وتم فك الشفرة في ظرف 7 دقايق، والمظروف المغلق اتسلم مباشرة للصقر المصري أمجد. وفتح المظروف بحماس وقال وهو مبتسم خطوتنا الأولى نجحت يا أبطال، استدعوه لتل أبيب. واحد من رجال المخابرات قال وهو متوتر أنا كنت خايف ما يحصلش ده أبدا. السيد أمجد رد عليه بثقة وبيشرب فنجان القهوة. كل حاجة كانت محسوبة بدقة، المعلومات اللي جمعناها من أشرف والشباب اللي في الكيبوتس كانت نتيجة جهد كبير ومش مجرد صدفة. واحد من رجال المخابرات رد وقال الخطوة الأولى كانت عبقرية منك يا سيد أمجد، ومحدش كان يتوقع إننا نقدر نوصل ليارون بولونسكي بالطريقة دي، وأنا متأكد إن راشيل وأمها هيبقوا أكبر دعاية لنجاحنا بعد اللي حصل. أمجد ابتسم بس بخبث وقال له ما هو كده الشغل اللي بيتعمل صح، ولازم تكون كل خطوة وراء خطوة أكبر. وإحنا فعلا ضحكنا على يارون بولونسكي، خصوصا لما صدق إننا قرايب راشيل وعايزين ننتقم منه. ضابط المخابرات سليمان زاد حماسه وقال تخيل إنه كان مرعوب بجد. أول ما وقع الشيك وكتب اعتذاره لراشيل أخد ديله في أسنانه وهرب. الراجل ده لا يمكن يظهر مرة تانية. الصقر أمجد رد عليه وبيفكر في اللي جاي وقال له أشرف دلوقتي في طريقه لتل أبيب وربنا معاه، بس من النهاردة هو لوحده وإحنا هنساعده من بعيد، لكن اللي جاي هو لازم يعتمد على نفسه. وهنا ضابط تاني في الاجتماع قطع الكلام وقال له بحذر بس يا فندم مش في احتمال 1% إنهم يكشفوا إنه شغال معانا؟ والحقيقة الموقف بقى خطر جدا. أمجد بصله وقال له الخطر جزء من اللعبة وكلنا عارفين ده كويس، لكن أشرف عارف إزاي يتصرف طبيعي ودي مش أول مرة.
المهم بقى ديفي اتحرك من الكيبوتز لحد ما وصل تل أبيب، وهناك قابل واحدة باين عليها إنها مرات واحد من القيادات الإسرائيلية. بصت له بحماس وقالت له أنت كراين هال؟ هز دماغه وقال أيوة يا فندم. ابتسمت بخبث وقالت له زي ما توقعت بالظبط. بعدين ندهت على واحد من اللي شغالين عندها وقالت له عايزاك تهتم بديفي النهاردة عشان هيحضر معانا في الحفلة. ولما الساعة جت 9 ديفي دخل الحفلة، بس ما كانش مستعد يشوف كل الناس دي. الحفلة كانت مليانة بالستات والجنرالات والضباط الكبار، وأول ما الستات شافوا ديفي اتلموا حواليه زي ما يكون نجم سينما أو مغني عالمي. وديفي كان بيتعامل معهم بكل تلقائية وكأن الموقف ده عادي بالنسبة له. وفي وسط أجواء الحفلة ديفي فجأة ركز عينه على زوجة سكرتير وزير الصناعة الإسرائيلي، وبصوت عالي قال لها جوزك في ورطة كبيرة يا مدام، والموضوع بتاع ميراث بلغاريا ده كله كدب في كدب. الست كانت في حالة صدمة وسألته بخوف ايه الكلام ده؟ انت بتتكلم عن ايه؟ لكن ديفي تجاهل سؤالها وبدأ يحكي لها تفاصيل عن حياتها بشكل مختصر، وكل مرة كان بيبهرها بدقة التفاصيل. وفي الآخر قال لها بجدية جوزك في خطر حقيقي، خلي بالك منه، الأمور مش هتبقى سهلة عليه. وبعد ما خلص كلامه زي ما عودهم أغمى عليه ووقع على الأرض، ولما فاق بعد شوية نفى كل اللي قاله وكأن ما حصلش حاجة، والحفلة خلصت من غير ما يضيف أي تفاصيل تانية. لكن الليلة دي ما كانتش عادية. زوجة السكرتير رجعت بيتها وهي مرعوبة ومش قادرة تنسى كلام ديفي. وتاني يوم الصبح كانت المفاجأة، راحت مباشرة للنائب العام الإسرائيلي وشافت حزمة ضخمة من الأدلة اللي بتثبت تورط جوزها في قضايا فساد ورشاوي واستغلال نفوذ. والفضيحة كانت زي القنبلة اللي انفجرت في إسرائيل، والجرايد ما بقتش سايبة أي خبر غير ده. ومن اليوم ده ديفي بقى معروف في كل مكان كأنه العراف اللي بيتنبأ بكل حاجة قبل ما تحصل. بس احنا لحد دلوقتي معرفناش مين هو الشيخ ديفي وايه حكايته مع المخابرات العامة المصرية. الحقيقة ان الشيخ ديفي ده اسمه الحقيقي أشرف فؤاد الطحان. اتولد في اسكندرية سنة 1943. أبوه كان مهندس مصري من عيلة بسيطة، اتعلم بصعوبة واشتغل في المواني أيام الخديوي إسماعيل. وبعد ما خلص تعليمه حصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة فؤاد الأول. والمفاجأة حصلت لما فؤاد قابل أوكرانية اسمها بتروفا في القاهرة، وقع في حبها من أول نظرة. ورغم إن أبوها كان رافض تماما الزواج ده، لكن الحب كان أقوى من الكل واتجوزوا، وأصبح أشرف هو نتيجة الحب العميق ده. ولكن اتولد في ظروف حزينة جدا. يوم ما اتولد أشرف والده توفى في حادث مأساوي، وبقى يتيم الأب حرفيا، وما يعرفش حاجة عن والده غير الصورة اللي متعلقة في البيت، وأمه دايما بتبكي قدامها طول الوقت. وكان في الوقت ده بيقضي الشتاء كله مع أمه وجده السوفيتي، وفي الصيف كان بيروح عند أسرة والده واللي شمت فيه ريحة ابنها اللي راح. لكن الصدمة الكبيرة لما أمه توفت فجأة وعنده 11 سنة. جده الأوكراني صمم إنه ياخده معاه على أوكرانيا، وقرر إن الولد مش هيرجع مصر تاني. بس عيلة فؤاد الطحان رفضوا بشدة وقالوا الولد مهما كان لحمنا ودمنا ومش ممكن نسيبه أبدا. ولكن جده أخد الولد وهرب بيه على أوكرانيا، وسافر أشرف وهو مجبر ومقهور على أوكرانيا ومشتاق لمصر وبساطتها ولغتها الجميلة اللي بيحكي بيها مع نفسه كل يوم وهو في أوكرانيا. ولما قرب أشرف من سن 20 سنة ودخل في مرحلة المراهقة، حصلت حاجة غريبة جدا. رغم إنه كان محاط بكتير من الأوكرانيات الجميلات، ما قدرش يحب ولا واحدة فيهم، بالعكس فضل الانطواء على نفسه وبدأ يعيش في عزلة، وجسمه بدأ يضعف بشكل واضح. عشان كده جده خاف عليه وقرر يعرضه على أطباء الحزب عشان يشوفوا حالته. الأطباء أكدوا إن جسده مفيهوش أي مشاكل عضوية، بس قالوا إن عنده ضغوط نفسية كبيرة وهي اللي مأثرة عليه. وفي يوم من الأيام حصل اللي محدش كان يتوقعه. جده صحي من النوم وملقاش حفيده المصري، كأنه اتبخر في الهواء من غير ما يسيب أثر، وكأنه فص ملح وداب. وبعد 3 شهور وصلت الأخبار إن أشرف رجع مصر من تاني، بس محدش عارف إزاي هرب من الاتحاد السوفيتي ولا إزاي ركب الباخرة ورجع على اسكندرية. المهم لما وصل الحي الشعبي اللي اتربى فيه لقى كارثة مستنياه. العمارة انهارت من سنة تقريبا، وقرايبه كلهم بأولادهم ماتوا تحت الأنقاض.
إلا بنت عم وفاء اللي كانت لسه جاية من المدرسة، ولقت نفسها خسرت عيلتها كلها مرة واحدة، وقعدت فترة كبيرة تتنقل بين مساكن أهل الخير في الحي. وبعد فترة اضطرت تدور على شغل ومرجعتش الحي تاني. ولما أشرف عرف الكلام ده من أهل المنطقة قعد يبكي، مفيش صاحب ولا جار ولا حتى حد من أهله، وعشان كده قرر يدور على لقمة العيش بأي طريقة. بس الحظ كان دايما ضده، لأن ما كانش عنده صنعة أو حرفة، وجسمه النحيف كان بيمنعه من الشغل اللي محتاج مجهود. وكل ما يبدأ يشتغل يومين 3 يتعب ويضطر يسيبه. ولما الدنيا ضاقت بيه قوي كان بيروح ينام في المسجد، وساعات كان بيقضي ليلته كلها من غير لقمة واحدة ولا حتى يطلب مساعدة من حد. وكان عنده كرامة حتى في أشد لحظات ضعفه وجوعه. وفي يوم من الأيام كان قاعد في مسجد الحسين في القاهرة، تعبان وشقيان وشايل همومه لوحده. بس لفت انتباهه صدفة حوار بين 2 ستات جنب منه. واحدة منهم كانت بتبكي، ابنها تاه في الزحمة ومش عارفة تلاقيه. الست كانت منهارة وطلبت من الحسين انه يساعدها يلاقي ابنها. ولما أشرف شاف الست بتبكي قال لها ابنك هيرجع لك، ما تخافيش. الستات تفاجئوا بكلامه. واحدة منهم قالت له بلهفة، بجد يا سيدنا الكلام ده صحيح؟ أشرف سمع السؤال ده وحس بتوتر. هو في الحقيقة كان بيقول كلمتين عشان يريحها، وكان خايف يقول لها الحقيقة ويصدمها، فقرر يكمل دوره ويقول لها الليلة هتلاقي ابنك، ما تخافيش. بس الستات شكروه ودعوله وقالوا له انهم هيجيبوا له هدايا غالية جدا. بس هو بصراحة نسي الموضوع كله، لانه ما كانش في دماغه اصلا، كان دايما مركز في لقمة عيشه اللي بيدور عليها. لكن اللي حصل بعد كده كان غريب. الست اللي ابنها تايه رجع تاني يوم وشكرته جدا وقالت له الحمد لله يا سيدنا، كلامك طلع صح ولقيت ابني. وهنا الفكرة الغريبة دي ابتدت تدور في دماغ الصقر المصري أمجد وهو قاعد في كافيه قريب من مسجد الحسين. الفكرة في الأول كانت شبه مجنونة، فكرة ينفع يستغلها نصاب محترف، لكن مش مناسبة أبدا لجهاز المخابرات العامة المصرية. لكن مع الوقت الفكرة الجنونية دي ابتدت تتحول وتاخد شكل أكبر عقلانية، وبقى ليها نطاق واضح جدا. أمجد كان محتاج خطة غير تقليدية، حاجة مبتكرة جدا عشان ينفذها على أرض المعركة. السبب كان مش واضح في الأول، لكن الفكرة بدأت تدخل دماغه بطريقة عجيبة. أمجد بدأ يجمع كل المعلومات اللي يقدر عليها عن أشرف. كان بيدور في تاريخه الشخصي، عيلته، أصوله وفصله. وبما إن الموضوع كان حساس قرر يعرض الموضوع على زملائه في المخابرات. اجتمع معاهم في مبنى المخابرات العامة المصرية وبدأ يحكي لهم كل اللي جمعه عن أشرف. والفكرة كانت مجنونة فعلا، بس الجنون نفسه جذب انتباههم وعقولهم، وبدأوا يناقشوا كل التفاصيل، وكلهم كانوا بيحللوا التفاصيل بدقة غير عادية. وبعد نقاش طويل قرروا إنهم ينفذوا الخطة. وأمجد بدأ يتواصل مع أشرف فؤاد الطحان، واللي كان المرشح الأول لتنفيذ المهمة. واللي لفت نظر أمجد هو إن أشرف عنده خامة طيبة واستعداد فطري، حاجة ما يفهمهاش إلا ابن البلد. ومن هنا أمجد قرر يستغل النقطة دي ويأهله للمهمة الكبيرة. وأول لقاء بينهم كان في مسجد الحسين. يا ريتني كنت معاهم في اللحظة دي. أمجد عرض عليه شغل كويس بمبلغ محترم، وأشرف وافق من غير تردد وقال له أي شغل المهم ناكل منه لقمة عيش بالحلال، وده أفضل من التسول والاحتيال على البسطة. طبعا أمجد مردش على كلامه وركبوا عربيته وتمشوا في شوارع القاهرة الحزينة. بس في الطريق سألوا أشرف هو الشغل ده يطلع إيه بالظبط يا فندم؟ أمجد ابتسم بسخرية وقال له نفس اللي انت بتعمله دلوقتي. أشرف اتلخبط وقال له نفس اللي بعمله؟ هو ايه اللي انا بعمله بالظبط؟ أمجد ببساطة رد عليه الاحتيال يا أشرف. أشرف فجأة فقد أعصابه وصوته عالي في العربية، انت عايزني اشتغل لحسابك عشان استغل الناس الغلابة؟ نزلني حالا من العربية. أمجد بكل هدوء ركن العربية في نص الطريق وقال له بص يا أشرف، انت مش هتستغل الناس الغلابة زي ما بتقول، انت هتلعب دور المحتال الذكي، لكن المرة دي مش على الغلابة، على الذباب نفسهم. أشرف بقى مش فاهم حاجة وسأله مين الذباب؟ وانت مين أصلا؟ هنا أمجد قرر يكشف جزء من الحقيقة وقال له بهدوء أنا ضابط في المخابرات العامة المصرية، والمهمة دي لصالح مصر، وأنا جاي لك النهاردة عشان أستخدم ذكائك في المهمة دي، وليك مطلق الحرية، يا إما تقبل وتبقى جزء من مهمة وطنية كبيرة أو تسيب الموضوع كله، لكن القرار لازم تاخده دلوقتي. وعشان أشرف معدنه أصيل وطني بجد قال له نجاح مصر فوق الكل. وكان من الطبيعي إن أشرف فؤاد الطحان بعد شهرته في الكيان المحتل
إن المخابرات الإسرائيلية تدخل بكل قوتها وتعرف مين هو أشرف واللي وصل لأرقى نجوم المجتمع وأعلى القيادات، وإزاي الجنرالات بالحجم ده يؤمنوا بالكلام الفارغ ده. وعشان كده المخابرات الإسرائيلية استدعت أشرف لمقرها في تل أبيب، وده عشان يختبروه على جهاز كشف الكذب. وقتها أشرف أقنعهم بدوره وإنه خايف من توصيل الأسلاك وإنه ما عملش حاجة يتحاسب عليها. فضابط المخابرات بصله وقال له لو انت ما عملتش حاجة مفيش داعي انك تخاف، وبعدين ده اجراء طبيعي. وبإشارة منه خبراء المخابرات وصلوا جسم أشرف بالأسلاك، وفي اللحظة دي بيصرخ أشرف بأعلى صوت وقال انتوا هتعملوا فيا ايه؟ انا مش قادر اتحمل. بس ضابط المخابرات رفيف رد عليه بنفس الجدية، قلتلك انه اختبار مش اكتر. واحد من الخبراء قال للأشرف اطمن، هنسألك كام سؤال وهنسيبك. بس أشرف سأله ليه بتعملوا معايا كده؟ رد رفيف بنبرة حادة، عايزين نعرف إذا كنت صادق ولا كاذب. وكالعادة الخبراء بدأوا يسألوا أشرف أسئلة بسيطة وهو يجاوب بحذر، والجهاز يسجل كل كلمة. وفجأة وجهوا سؤال لأشرف قوي جدا وقالوا له إيه علاقتك بالمخابرات العامة المصرية؟ وهنا الخبراء في جهاز كشف الكذب انتظروا رد السؤال على نار، وبعد لحظات من الصمت رفع أشرف راسه وعينه بحكمة وأظهر مهاراته اللي اتعلمها في المخابرات المصرية. وبثواني معدودة استخدم إرادته للسيطرة على مشاعره وأعصابه وجاوب بكل ثقة وقال مفيش علاقة بتربطني بالمخابرات المصرية. وهنا انتظر الجميع بفارغ الصبر تحليلات جهاز كشف الكذب، ولكن النتيجة كانت عكسية. والجنرال راجع الملف اللي قدمه ضابط الموساد رفيف وقال له النتائج كلها سلبية. رفيف رد عليه بحزم صحيح يا جنرال، أنا شفت الاختبار بنفسي، ديفي مش جاسوس بارع زي ما شكينا فيه، والكشف عن الكذب مش أمر سهل. الراجل يا إما يكون صادق قوي أو عبقري لدرجة مهولة. الجنرال كوهين قال بحذر اللي احنا عملناه مع ديفي أحسن ما نقع في الفخ، لأن المخابرات المصرية عندها مهارة عالية جدا في فن التلاعب وخداع الآخرين. واديك شايف ال3 سنين اللي فاتوا مجموعة ضخمة من العملاء والجواسيس سقطوا في ايد المصريين. وعلى كل حال انا عايز اقابل ديفي كراينهال واحكي معاه لوحدي. وكوهين كان عامل زي الكتكوت المبلول وهو بيسأله بلهفة هل تعتقد يا ديفي ان هبقى رئيس اركان؟ ديفي رد عليه بثقة وقال له قريب هتسمع اخبار حلوة، بس مش هقدر دلوقتي احدد لك ميعاد معين. قال له خلاص مش مهم، بس انا هاخد كلامك وعد يا ديفي، ولازم تيجي تعرفني قبل اي حد. وبعد ما اشرف اخد الضوء الاخضر ونجح في اختبار جهاز كشف الكذب تمت ازالة كل الحواجز بينه وبين جميع الجنرالات في اسرائيل، واصبح ضيف رسمي في كل حفلاتهم واجتماعاتهم، لدرجة انه بدأ يدخل الحفلات السياسية ورجال الاقتصاد وحتى رجال الدين والحاخامات. وبالرغم ان كل الناس كانت بتهتم بيه وبتديله اهتمام، إلا إن أشرف فؤاد الطحان فضل زي ما هو صامت بسيط ومسكين زي العادة، والكل مستمر حواليه يتجاهله وما يهتمش بيه. وفي يوم من الأيام وصلت معلومة لمبنى المخابرات العامة المصرية، والصقر بعد ما اطلع عليها وقرأ مضمونها دخل بسرعة لحجرة مكتب صاحبه أمجد من غير حتى ما يستأذن. في اللحظة دي أمجد تفاجأ وقال له إيه اللي حصل؟ رد عليه الصقر سلمان وقال له الليلة أشرف هيكون بصحبة الجنرال كوهين وهيحضر حفل استقبال لوفد سوفيتي اقتصادي، وده جاي يزور إسرائيل لأول مرة. أمجد قال له طيب وإيه المشكلة؟ رد سلمان وهو بيأكد تعرف مين رئيس الوفد؟ أوليكس بتروفا جد أشرف. وهنا أمجد اتصدم وما كانش مصدق، لأنه لو جده شافه ممكن يتعرف عليه. وأمجد قال له إحنا لازم دلوقتي نبعت جواب لأشرف نطمنه فيه، لأن الوضع كده خطير جدا. في الليلة دي أشرف كان قاعد في غرفته بين نارين، والخوف كان آكل قلبه ومفيش حد جنبه يهدي أعصابه. وفجأة سمع صوت الباب بيخبط بطريقة معينة اللي هو اتدرب عليها، ومن غير ما يفكر جري بسرعة ناحية الباب وفتحه. وأول ما شاف الموظف قدامه سأله بعصبية في أخبار جديدة؟ الموظف دخل الغرفة وهو متوتر، واضح إن في حاجة كبيرة، أنا جايب لك رسالة عاجلة من القاهرة. ودي كانت أول مرة من بداية مهمته يوصل له خبر بالطريقة دي. الرسالة دي كسرت كل قواعد الأمن والحذر اللي كان متعود عليه. أشرف خطف الورقة من إيد الموظف وفتحها بسرعة وعينه بتجري على السطور وقلبه كان بيدق بسرعة زي الشواكيش، عايز يعرف إيه اللي في الرسالة دي وبتقول إيه. بس المفاجأة اللي صدمته كانت إن الرسالة كلها عبارة عن جملة واحدة
جدك جاي يحضر الحفل ولازم تتصرف طبيعي. الجملة دي وقعت عليه كالصاعقة وهو مش عارف يفكر ازاي. في اللحظة دي أخد الورقة وحطها في جيبه وقال للموظف بعصبية أنا مش هحضر الحفلة دي. الموظف بصله باستغراب، ازاي يعني مش هتحضر؟ أي حاجة، قول لهم إني مريض أو فاقد الوعي، بس انت كده بتخالف التعليمات. وقبل ما يخلص كلامه سمع صوت الجنرال كوهين وهو بيخبط على الباب وبيقول له بصوت عالي افتح يا ديفي، معايا ليك مفاجأة. في اللحظة دي ديفي غير كلامه مع الموظف وقال له انت ليه ما عملتش اللي قلتلك عليه، يلا اطلع بره. وفتح ديفي الباب للجنرال بسرعة. لكن المفاجأة ان الجنرال ما كانش لوحده، كان معاه شخص ما كانش يتمنى ديفي يشوفه في الظروف دي. بعدين كوين قال له ضيفنا مش مصدق حاجة من اللي بيسمعوا عنك يا ديفي. في اللحظة دي ديفي ما كانش قادر يتكلم، فالجنرال ضحك وقال له مش ترحب بضيفك؟ ديفي ارتبك وقال له الصراحة يا جنرال ما كنتش أتوقع الزيارة دي. والجنرال ضحك تاني وكأنه فرحان بضعف ديفي وارتباكه. بعدين قال للضيف السوفيتي نسيت أقولك إن ديفي خجول جدا. وهنا جد أشرف رد بشكل هادي عندك حق، واضح إنه خجول. بعدين جده مد إيده عشان يسلم عليه وقال له أنا سعيد إني شفتك النهاردة. ديفي وشه قلب ألوان وقعد يفكر هل ممكن يعرفني ولا لأ، فرد عليه أهلا وسهلا بيك يا سيد بتروفا. وبعد اللقاء ده ديفي حضر الحفل وهو مرتبك وهو متردد أكتر من الطبيعي اللي اتعود عليه، بالرغم إن المخابرات المصرية وفرت له بعض المعلومات الليلة عشان يعمل دوره كويس، بس إحساسه بالخوف منعه يعمل كده. فاستغل انشغال الناس في العشاء ودخل البلكونة عشان يملى صدره بالهواء البارد ويهدي أعصابه شوية. ولكن اتفاجئ ديفي لما سمع صوت جده وهو بيقول له ما حاولتش تتواصل معايا ليه يا أشرف لما هربت من أوكرانيا؟ ايه ده، هو اللي أنا بسمعه ده حقيقي ولا أنا تهيألي؟ ديفي بصله وما كانش مصدق، هو أنت تعرفني؟ ابتسم جده وقال له معقول حفيدي الوحيد؟ ولسه ديفي بيحاول يتكلم ويوضح له الأمر جده قطعه وقال له لاحظت إنك بتخبي هويتك وإن في حاجة أنت بتعملها ومن المستحيل إني أكون سبب كشف أمرك. ديفي قال له بس لازم تفهم إنك. قطعه جده تاني وابتسم وقال له مش عايز أعرف أي حاجة دلوقتي، أنت شخص ناضج واعمل اللي يريحك وكون واثق إن سرك مش هينكشف أبدا مهما كانت الأسباب. وقبل ما يخلص كلامه سمع صوت الجنرال كوهين وهو جاي عليهم. إيه ده، أنتوا مع بعض من إمتى؟ ابتسم الجد وقال كنت بتكلم مع ديفي شوية. الجنرال قال بسخرية انت كذاب، اعترف انك كنت بتأمل انه يطلعك على واحدة من نبوءاته. الجد قال ممكن يكون كلامك صح. قال لهم طيب خلاص يلا ندخل الحفلة. وفي اللحظة دي ديفي همس في ودن جده وقال له قريب جدا حفيدك هيرجع لك. بس هل تعتقد يا صديقي ان المخابرات المصرية بعد ما عرفت ان جد أشرف جاي إسرائيل حاولوا يعرفوه جزء صغير مثلا من طبيعة مهمة أشرف في إسرائيل، ولا هو خاف عليه لأنه حفيده الوحيد ومش هينفع يكشف أمره؟ والحقيقة أنا مش مستبعد تماما إن المخابرات المصرية تكون جندت جد أشرف نفسه. المهم في الليلة دي شفنا تطور كبير في حياة ديفيد كراينهال، وحياته الاجتماعية والسياسية بدأت تتحرك بشكل أكبر ودخل وسط دائرة النخبة في إسرائيل زي الجنرالات وكبار المسؤولين ورجال المجتمع. وديفي بقى محور حديث الناس لدرجة إنه في تل أبيب ما كانش ليه سكن خاص لمدة 3 سنين، وفي القاهرة كان في فريق كامل من الصقور بيعملوا شغل جبار عشان يساعدوا ديفي عن طريق شبكة عملاء في كل مكان في إسرائيل، وده عشان يجيبوله معلومات تخلي تنبؤاته اللي بيقولها أدق وتأثيرها أقوى. والحقيقة بقى إن كل الوقت والفلوس اللي بتتصرف عشان تجيب المعلومات دي كانت بتستاهل. ليه؟ لأنه كل ما ديفي يتصدر عناوين بمعلومات جديدة أو توقعات صحيحة الفريق بيحس إنه قدام تحدي جديد وإنه لازم يعمل أكتر من كده عشان يفضل متفوق. بس الحياة مش دايما وردية. مع الوقت ديفي بدأ يحس بالتعب والمطالب بقت عبء تقيل عليه، وهو كان خلاص تعب من المهمة اللي ملهاش نهاية، وكان شغال على نفس الدور ده لمدة 3 سنين من نهاية سنة 1968 لحد نهاية سنة 1971، لدرجة إن ديفي كان بيدور على طريقة للهروب، وكان كل أمله إن القاهرة تعفيه من المهمة وترجعه بلده من تاني عشان يستقر.
لكن مع إلحاحه المستمر رجال المخابرات كانوا بيفكروا في حاجة أكبر. قرارهم المرة دي كان مختلف، ممكن نقول جريء لأقصى درجة. والمفاجأة كانت لما الجنرال كوهين قال لديفيد ببرود: إيه رأيك في رحلة سياحية مجانية لقبرص؟ ديفيد ابتسم بارتباك وسأله: وإيه المناسبة؟ كوهين ضحك وقال له: عندي صاحب مكتب سياحة هناك اسمه سي تورز، ووجودك معاه هيجذب له زباين كتير. في اللحظة دي ديفيد انصدم وقال في مخيلته: إيه ده؟ مش معقول، ده لسه في برقية من القاهرة وصلتني من ساعة وقالوا لي فيها إن أروح أقابل واحد من المخابرات المصرية في قبرص. كأنهم عارفين الغيب. وعشان كده ديفيد اتغير مرة واحدة وبص للجنرال وقال له: هتتولى قيادة خط بارليف يا جنرال. الجنرال أمن مكانه وقال له: بتقول يا ديفي هتولى قيادة خط بارليف؟ وبعدين ديفي لعب دوره المعتاد ونفى كل اللي قاله وأصر إنه مقالش أي حاجة. والجنرال كوهين في محاولاته البايخة حاول يستخرج منه أي معلومة أو حتى يثبت اللي قاله أول مرة. والمدهش إنه في نفس اليوم الجنرال كوهين تولى قيادة الحصون الشمالية لخط بارليف. ويطير الجنرال من الفرحة وقرر يكافئ العراف بمبلغ كبير جدا عشان يصرفه في رحلته السياحية. بس ديفي ما صرفش منها حاجة. ولما الطيارة نزلت في قبرص ديفي كان متوتر ومش عارف ايه اللي مستنيه. الشركة اللي حجزت له الفندق كانت سي تورز وكل حاجة كانت منظمة على أعلى مستوى. لكن التوتر الحقيقي كان في الموعد السري اللي استناه. الموعد كان في الجانب الغربي من الجزيرة. وزي ما الرسالة وصلت لديفي ركب تاكسي للساحل ومن هناك انتقل بباص عام لشمال المدينة. والرحلة كانت طويلة ومعقدة لكن كان لازم يتأكد إن محدش بيتابعه. بعد كده ركب قارب صغير للجانب الغربي للجزيرة. وأول ما وصل للمكان المحدد خبط على الباب 3 مرات وبعدين مرتين. الباب اتفتح بسرعة وكان واقف قدامه شخص هو آخر واحد كان ممكن يتوقع يقابله. أهلا يا أشرف، قالها بابتسامة هادية. الكلمات دي كانت كفيلة إنها توقف قلب أشرف. الشخص اللي واقف قدامه مش أي حد، ده أستاذه ومدربه الصقر المصري أمجد. واللقاء ده كان غامض ومحدش يعرف إيه اللي حصل جوه. أمجد كان معروف بسريته وطريقة تعامله المختلفة مع العملاء، لكن اللي أكيد إن أمجد قام بدوره ببراعة كالعادة، لدرجة إن أشرف بعد ما كان حزين ومش عايز يرجع تاني إسرائيل رجع لإسرائيل بحماس ونشاط غير عادي ومستعد يجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات سواء سياسية أو اقتصادية أو عسكرية. والحماس اللي رجع بيه أشرف كان نابع من إحساسه وكمان اتدرب على مهمة جديدة، وهي إنه يرسل ويستقبل الرسائل بجهاز اتصال لاسلكي. والصقور المصرية خبوا الجهاز في شنطته الوحيدة واللي أخدها معاه وراجع بيها من قبرص. لكنه كان قدام مشكلة كبيرة، فين هيخبي الجهاز ده؟ خصوصا إنه لسه ما عندوش شقة لوحده في إسرائيل. يعني قعد 3 سنين من غير ما يكون ليه مكان، كان كل يوم بيروح يبات عند واحد شكل وكان لازم يلاقي مكان آمن وسري بعيد عن الشك. فطبيعي أي حد في مكانه كان يستعجل يدور على أي شقة صغيرة منعزلة عشان يخبي فيها الجهاز. لكن أمجد أستاذه المصري كان عنده خطة تانية تماما، خطة مبتكرة. والغريب إنها اتذكرت في مذكرات قديمة لأحد قادة الموساد. القائد ده اللي كان شاهد على الفترة دي قال إن الموساد كان عنده شكوك كبيرة وإن في تسريب لمعلومات خط بارليف وأجهزتهم التقطت بس لاسلكي مشفر متوجه لمصر. وفضلوا يحاولوا بشتى الطرق يحددوا مصدر البث لكن ما قدروش يوصلوا للحقيقة. الغريب بقى واللي ما كانش حد يتخيله إن التسريبات دي كانت بتيجي من مكان مدهش، من بيت الجنرال كوهين نفسه. قبل حرب أكتوبر الموساد فضل يحاول يفهم مين اللي بيسرب المعلومات دي، لكن محدش خطر على باله إن السر كان موجود جوه بيت القائد نفسه. والمفاجأة الأكبر إن القائد الإسرائيلي اللي كتب المذكرات دي لو كان لسه عايش غالبا ما يعرفش لحد دلوقتي إن الخطة كلها كانت من تدبير الصقر المصري أمجد، واللي البطل المصري أشرف فؤاد الطحان كان بينفذ أوامره بكل دقة، ونجح إنه يكون جزء من أعظم عمليات التسريب واللي غيرت مجرى التاريخ. الجنرال كوهين كان دايما شايف ديفي أو زي ما نعرفه هنا في مصر أشرف فؤاد الطحان كان شاب بسيط وهادي، كان قاعد في بيته وسط العيلة ومحدش كان بيشك فيه إنه جاسوس خطير. وإذا كان هم زرعوا خون عندنا، إحنا زرعنا أبطال في وسطهم.
كل ليلة بعد ما الناس كلها تنام، ديفي كان بيقعد قدام جهاز اللاسلكي اللي خباه بإتقان ويبعت رسائل لمصر فيها تفاصيل وخبايا عن خط بارليف، واللي ما كانش حد يتصور على مستوى العالم إنه ممكن يسرب منه أي معلومة. واللي ميز ديفي إنه ما اكتفاش بمجرد الرسائل اللي كان بيبعتها، لا ده قدر بنفسه يجمع معلومات حساسة من خلال علاقاته مع الجنرال كوهين وأصحابه. وكان دايما هادي بيستمع ويكتفي بالابتسامة. عارف انت الشخص اللي بيقعد مع 5 6 كده، سواء أصحابه في الشغل أو في الدراسة أو ناس يعرفها، الناس دايما بتعتقد ان الشخص ده هادي غلبان على نياته ما يعرفش اي حاجة، ولكن الشخص ده بيقعد يحلل كل كلمة بتتقال وبيديك مساحة في الكلام تفضفض وتحكي كل اللي جواك، لكن هو بيبقى حاجة تانية. وده اللي خلاهم يثقوا في أشرف فؤاد الطحان ثقة عمياء ويكشفوا أسرار خطيرة في جلساتهم وحفلاتهم الخاصة. ورغم إن في عشرات المومسات، ما كانش بيتأثر بنغمة الحب وقلبه ما تعلقش لأي واحدة، وده كأنه حاطط حاجز خفي بينه وبينهم، يمكن عشان هم ملاعين أو عشان قلبه مشغول من زمان بحب واحدة احتلت كل خلاياه. واللي كان بيحبها فعلا هي وفاء بنت عمه، وكان بيبعت لها رسايل طول فترة سفره مع جده في أوكرانيا. لكن جده اكتشف الحكاية دي واحتجزه في أوضته 3 شهور كاملة ومنعه انه يتواصل معاه بأي شكل. وبعد ما خرج من السجن اللي احتجزه فيه جده، قرر يتظاهر انه خلاص استسلم للوضع، لكنه في الحقيقة كان بيخطط لحاجة أكبر بكتير. كتب لبنت عم وفاء وشرح لها كل اللي حصل، وطلب منها تبعت له الخطابات بطريقة معقدة جدا عن طريق زميل من زملاء دراسته، لكن بسبب الظروف الاتصال بينهم انقطع. وده كان نقطة تحول في حياته، واللي محدش يعرفه إن وفاء كانت الحب الوحيد في حياته. وحتى وهو في قلب تل أبيب ما قدرش ينسى صورتها اللي كانت محفورة في عقله وقلبه. ولما كان بيبعت رسائل للقاهرة كان دايما بيسأل عنها، لدرجة إن أمجد وعده إنه هيحاول يدور عليها ويعرف أخبارها بعد ما اختفت. وفي أواخر سنة 1972 وصلته رسالة من المخابرات المصرية. الرسالة كانت مشفرة وفيها طلب خطير جدا، طلب ممكن يتسبب في كشفه لو حصل أي غلط. كانوا عايزينه يدخل خط بارليف بنفسه ويجمع معلومات من هناك. يعني مش كفاية دخل كل بيوت القادة في إسرائيل وكان بيسمع دبة النملة؟ المخابرات ما استكفتش بكده، طلبوا إنه يدخل خط بارليف بنفسه. طيب دي يا جماعة يعملها إزاي؟ الموضوع صعب جدا. في اليوم اللي كان قاعد فيه مع الجنرال كوهين كان بيتكلم قدامه من غير ما يشك في أي حاجة، عشان كده قرر ديفي يستغل الفرصة ويسأله بشكل مباشر عن خط بارليف. بس الجنرال كوهين بدأ يشك فورا وسأله: ليه بتسأل يا ديفي؟ الموضوع ده سري جدا. ديفي حس انه اتكشف، لكنه رد ببرود غريب وقال للجنرال كوهين: هتدخل جهنم وبئس المصير. هتدخل التاريخ بقيادة خط بارليف. الجملة دي خلت زوجة الجنرال تقوم فجأة وتسأله عن معنى كلامه، لكن ديفي بعد الجملة دي ما قدرش يتكلم، وده خلى زوجة الجنرال عقلها يطير وتطلب من جوزها انه لازم ياخد ديفي معاه لخط بارليف، وده عشان يوريه التفاصيل بنفسه بحجة انه ممكن يلاقي حاجة جديدة ما يعرفهاش. وده كان بالظبط اللي طلبته المخابرات المصرية من ديفي، وكان لازم يلاقي طريقة ذكية يدخل بيها الخط. وفي أوائل مارس سنة 1973 كان ديفي مستعد ياخد واحدة من أخطر المهام في حياته. لبس بدلته العسكرية زي أي جندي، وكان ظاهر إن البدلة عادية، لكن الحقيقة كانت أخطر بكتير. الأزرار اللي ببدلته كانت مخبية كاميرا سرية. الكاميرا دي كانت مفتاح نجاح المهمة اللي المخابرات المصرية خططت ليها بعناية. الرحلة كانت لخداع الجنرال كوهين قائد الجبهة الشمالية الإسرائيلية، وديفي قدر يدخل خط بارليف بكل سهولة. وجوه الخط كل تفصيلة وكل زاوية اتصورت بكاميرته الصغيرة، والتحصينات القوية واللي كان بيعتقد إنها لا تقهر اتسجلت بالكامل ومن غير ما حد يشك لحظة. وده كان مفتاح هزيمة واحدة من أعظم دفاعات إسرائيل. ولما رجع ديفي لإسرائيل سلم الأفلام لعميل سري. قلت لي مين العميل ده؟ لو تعرف مين هو اكتب لي في التعليقات. واللي بدوره نقلها للمخابرات المصرية في القاهرة، والخبراء في القاهرة بدأوا يفحصوا كل صورة بدقة وبنوا نموذج ثلاثي الأبعاد لحصون خط بارليف، واللي ساعد الجيش المصري في التخطيط لاختراقه.
وقبل الحرب بساعات قليلة وصلت لأشرف برقية من المخابرات المصرية مفاداها إنه يسيب إسرائيل فورا، وادوله رقم تليفون يتصل بيه، واتفقوا يتقابلوا في منطقة محددة داخل الكيان. وفي نفس الليلة جت عربية وصلته لمطار بن جوريون عشان يركب واحدة من طيارات العالي الإسرائيلي ضمن فوق سياحي من شركة سي تورز اللي رايحين روما. ولما وصل روما لقى ضابط المخابرات المصري أمجد في المطار، وركب معاه طيارة تانية نقلته لمصر. بس أشرف طول الطريق كان بيسأل إيه اللي بيحصل، أنا مش فاهم أي حاجة، وليه رجعتوني مصر بالسرعة دي؟ ولكن رجال المخابرات ما كانوش بيرد عليه. وبعد أسبوع واحد بس اندلعت حرب أكتوبر، وهنا المخابرات المصرية كانت خايفة على أشرف، خصوصا لما الإسرائيليين يبدأوا يدوروا على اللي سرب المعلومات، وعشان كده قرروا إنهاء مهمته وحمايته. وفي القاهرة رجع أشرف لاسمه الحقيقي، والمخابرات المصرية كرمته على ال4 سنين اللي عاشهم وسط الخطر في إسرائيل، ودوله شقة في منطقة كويسة وبعيد بقى عن الفلوس والوظيفة الكويسة والعربية والشقة. أخد أجمل هدية كان بيحلم بيها، وهي وفاء بنت عمه حب عمره القديم. ولحد هنا يكون الفيديو انتهى، وبتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تكتبوا لنا رأيكم تحت في التعليقات وتدعمونا بلايك تشجيعا منكم. سلام عليكم.